بتجيلي رسائل كتير: اسماء انا نفسي انجح، نفسي اوصل، نفسي اذاكر، نفسي ابقى حد جامد كده زي الناس اللي بشوفها دي، بس مش قادره، مش عارفه، مش قادره اسيب الموبايل، بنام كتير. الناس دي ببقى شامه في سؤالهم ريحه ادينا بقى كده الحل السحري، قوليلنا كده بقى الناس دي بتعمل ايه عشان توصل للمكان ده. وبيبقوا متخيلين بقى ان انا هرد اقول ايه، بس انا عندي الفورميولا السحريه: افعل كذا وكذا وهتوصل للمال والشهره والنجاح والراحه والرحرحه. ولكن للاسف بخيب املهم، وبيتفاجئوا انه مفيش كده. وبيتفاجئوا اكتر لما بقول لهم الحل اللي هو انتي بتخبي علينا، اما هو مش معقول بالبساطه دي كلها. فلو هنتفق على قاعده الكوكب كله بيعملها عشان يوصل لاهدافه واحلامه ويحقق اعظم الانجازات على الاطلاق، سواء مسلم او غير مسلم، حاجه واحده بس: بذل المجهود. اذا بذل المجهود وجد المطلوب. بس فما ينفعش تكون بتسأل سؤال ازاي اوصل ومستني اجابة تتقال غير الاجابة دي. انا دايما اول خطوة بقولها لكم ايه في الفيديوهات اللي فاتت: لو عايزين نفك الكلبشة دي، الدعاء والذكر ده مجهود، ده مجهود لازم يتعمل. في ناس مش قادرة حتى انها تدعي، مش قادرة حتى انها تمسك السبحة وتقول الاذكار، مستتقلة الخطوة دي، صعبة عليها. او في ناس تانية تقول يعني هو ده بس اللي لو عملته هوصل. دي البداية، دي الخطوة الاولى. خطوة الدعاء والذكر دي الخطوة الأولى. اللي عايزة أقوله في الحتة دي إنه حتى الدعاء والذكر ده بذل مجهود. ما هو ربنا مش هيجي يوفقنا كده من لا شيء، يعني لا بذل مجهود فيزيكال ولا دعاء وأذكار. فهتيجي ازاي الفورميولا بتاعت النجاح؟ هتيجي ازاي؟ يبقى في حلم، في هدف، لازم اتعب ولازم ابذل مجهود، لازم اعمل حاجه غير اللي بعملها كل يوم، غير الروتين بتاعي الطبيعي ان انا بصحى اشرب قهوه اتفرج على الموبايل انام حبه انزل اخرج وابقى مستنيه اخر اليوم قاعده ندمانه وزعلانه. هو انا ليه ما بيحصلش تغيير في حياتي؟ ما هو عمره ما هيحصل، لان الروتين واحد ما بيتغيرش. عايز اوصل لمرتبه كبيره جدا في العلم او في الحياه بشكل عام او في الدين، يبقى هبذل مجهود مش عادي، هبذل الغالي والنفيس في الشيء ده. كان مره النبي عليه الصلاه والسلام بيسال حد من الصحابه بيقول له يعني نفسك في ايه؟ ايه اللي نفسك فيه ونفسك انه يتحقق؟ فكان اسمه ربيعه بن كعب. فربيعه بن كعب قال له ايه؟ قال له اسالك مرافقتك في الجنه. اصعب حاجه في الحياه انه نكون في الجنه ومع النبي عليه الصلاه والسلام، ده محتاج بذل ومجهود في الحياه مش طبيعي. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال له اعني على نفسك بكثره السجود. مش اعني على نفسك بالسجود يعني اسجد لك سجدتين كده، صلي لك صلتين كده وان شاء الله تبقى زي الفل، لا، اعني على نفسك بكثره، كتير كتير ما تعدش بقى، في عمل وبذل. ربنا يوم القيامه مش هيقول للناس ادخلوا الجنة بما كنتم تخططون، بما كنتم تكتبون، بما كنتم تتمنون، بما كنتم تندمون آخر الليل عشان ما عملتوش اللي المفروض تعملوه. لا، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، عمل وبذل وسهر ليالي. زي ما هتخش جنة الآخرة بالعمل، عمرك ما هتدخل جنة الدنيا إلا برضو بالعمل. فإذا عشان ما نلفش وندور كتير على بعض وتسألوا 100 سؤال ل100 حد تاني ازاي احقق، ازاي اوصل، نتفق على اول قاعدة: هي بذل المجهود. اذا بذل المجهود وجد المطلوب. دي اول قاعدة في الحياة لازم تتعمل. طيب قولي لنا ازاي؟ انا اقول لكم ازاي. النبي عليه الصلاة والسلام لما راح له حد قال له انا بتعصب وبغضب ونفسي ابطل الغضب ده، قال له ايه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له بص، انت تكتب افكارك كل يوم و... وتحاول مش عارفه تعمل ايه، وتاخد دش بارد. ما بتفهش من الحاجات دي، الحاجات دي مهمه، بس هو قال له الخطوه العمليه اللي توصله لعدم الغضب على طول. قال له ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال له لا تغضب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ اصبروا وصابروا ورابطوا لاخر الايه لعلكم تفلحون. يعني مفيش فلاح الا لما اصبر واصابر وارابط. مثال تاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه عن العلم؟ انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. يعني ايه برضو؟ انا مش قادره توصلني الفكره اللي انت عايزه تقوليها. يعني يا حبايبي افتعال الفعل، سر بتاع كلمه. احنا قلنا اول حاجه ان انا عشان هوصل لاي حاجه في الحياه او اعظم شيء في الحياه مجهود، بذل مجهود، مفيش غير كده. طب انا مش قادره ابذل المجهود ده قوي، يعني حاسه كده حاجه مكلكعه صعبه. يبقى هوصل للنقطه اللي تحتيها اللي هي بتقول ايه؟ اصبروا وصابروا، العلم بالتعلم، الحلم بالتحلم. بغضب يبقى لا تغضب،
ده معناه ايه الكلام ده؟ معناه افتعال الفعل، بذل المجهود بالافتعال، بالتمثيل، بالخطوة البسيطة. ببساطة شديدة، عايزة انام بدري وانظم وقتي، ادخلي الساعة 10 السرير. عايزة ابطل اتعصب على ولادي، امسكي اعصابك. عايزة اذاكر، اقفلي الموبايل واقعدي شوية على الكتاب. طب بس انا ماليش نفس. ما هو انا ماليش نفس دي مش هتروح الا بافتعال الفعل، ان انا اقعد امثل ان انا قاعده على الكتاب وقافله المشتتات اللي حواليا. انا مش قادره انام، انا عينيا مفنجله، بس نفسي اصلي الفجر الصبح ونفسي انام بالليل، بس ماسكه الموبايل. لا، هقفل النور واخش على السرير وافضل قاعده على السرير من الساعه 10. نمت الساعه 1، نمت الساعه 2، نمت الساعه 4، انا دخلت وعملت الفعل. هو ده اللي هيوصلك. بس هي دي الوصفة اللي مفيش غيرها في الحياة، مفيش غيرها. مهما لفيتي ودرتي وحاولتي تفكي عقد، بس مفيش غير الوصفة دي في الحياة. ما بعرفش اعمل فيديوهات، صوري نفسك كل يوم دقيقة ولاحظي التقدم خلال شهر. نفسي ابقى كاتب مشهور واكتب كتب كده والف كتب. حلو، انا بص على الكتب الكبيرة دي حاسة في حاجة مكلكعة. طب ايه اللي المفروض يتعمل؟ اقرأي كل يوم مقال ولخصيه كتابة. بس انما احنا بنعمل ايه؟ بنبدأ كده نجيب كشكول جديد ونحط الخطة الجديدة وننظف المكتب ونظبط الأوضة وحط أعمال الأسبوع كلها، ويخلص الأسبوع وأنا ما عملتش أي حاجة. تبدأ بقى الأعذار تنهال علينا، قرفان، زهقان، جعان، ملان، تعبان، أصل ماما، أصل بابا. يبقى والله عمركم ما هتوصلوا لحاجة. انا مش بنظر عليكم، لكن انا كنت في مرحله من مراحل حياتي عايشه في الزون دي، فعارفه تفاصيلها كويس قوي. ولما طلعت من الزون دي ما طلعتش منها غير بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي. فبعد ما تحط الخطه وتبدا الاعذار، ببساطه شديده يعني عشان نكون واضحين، انت مش عايز تضحي بحاجه، انت مش عايز تضحي باي حاجه. حتى روتين يومك اللي مخليك في دوامه مش عايز تضحي بيه، مش عايز تضحي بسهراتك، بخروجاتك، بقعدتك على التليفون. لما بيجي لي حد يقول لي انا مش قادره اذاكر، المذاكره صعبه، انا خلاص مخي مقفل ماليش نفس، اقول له اوكي، مفيش مشكله، ما تذاكرش، عادي جدا، بس هطلب منك طلب واحد. ايه؟ ما تمسكش الموبايل. يعني طب ايه اللي ده ما تمسكش الموبايل. طالما مش قادر تعمل الحاجه الصح يبقى ما تعملش الحاجه الغلط. وسبحان الله، من حيث لا تعلم هتيجي النفس. انما مش قادر تعمل اللي مطلوب منك واللي هيوصلك لحته محترمه، انما قادر تمسك الموبايل وتقعد عليه بالساعات وتتفرج كتير، يبقى سوري، احنا هنا بنكذب على نفسنا. يبقى تاني، عايز تحقق اهدافك وتوصل لنفسك فيه، لازم تتعب، لازم تسهر، لازم تبذل. بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. فالفورميولا تعب صبر، تعب صبر، تعب صبر. مفيش حاجه غير الكلمتين دول. انا لما بضيع في نص الطريق كده والاقيني مش ماشيه على اللي انا عايزه اعمله، واليوم سداح مداح كده، الدنيا مش واضحه، بعرف في اللحظه دي انا فقدت الرؤيه، انا نسيت انا كنت بعمل ايه ولا انا ماشيه فين. فبرجع تاني كده اقعد واكتب كده، معلش تاني نقعد كده نعمل قعده ريست. هو انا كانت رؤيتي ايه؟ هو انا كنت عايزه ابقى ايه او اوصل لفين في يوم من الايام؟ ده اول سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. لاني طالما انا ضليت الطريق يبقى حصل لخبطه في الرؤيه بتاعتي. ده رقم واحد. وببص على 3 حاجات: الخوف، الرجاء، السابقين. الخوف، اسال نفسي سؤال بسيط جدا واكتبه كل يوم: ايه اللي انا خايفه اعيشه في الدنيا وفي الاخره لو ما عملتش اللي المفروض يتعمل، لو ما مشيتش في اتجاه الرؤيه دي؟ اكتب 1 2 3، وما اكتبش دباجه، اكتب فعلا اللي انا حاساه واللي فعلا هموت لو حصل. لا مش عايزه الكلام ده يحصل. 2، الرجاء، ايه اللي بتمنى اعيشه، ايه اللي بتمنى اوصل له، ايه اللي بتمنى احسه في هذه الحياه او في الاخره. 3، السابقين، رؤيه وسماع وقراءه سير العلماء. سير العلماء، مش سير الانفلونسرز، سير العلماء. هم دول اللي بيشحذوا الهمم، هم دول اللي بيخلوك فعلا تدب جواك الطاقه، لا انا عايزه ابقى زي دول. مش الانفلونسرز والشنطه الجديده والسفريه الفلانيه، ده مش بيشحذ الهمم، ده بيحبط الهمم. انما لو انا مفيش حاجه مخوفاني، مش مضطر لشيء، معلش يعني انا هعمل ليه؟ معلش انا ايه اللي يقومني من على السرير كل يوم الصبح
او يخليني اسهر بالليل ولو انا مش خايف من حاجه او مش مضطر. في ناس كده مش مضطره ولا خايفه على حاجه، فاوكي ربنا يسهل لهم. لكن لو انت خايف او في حاجه مخليك من جوه في نار بتغلي جواك، يبقى لازم تعمل، لازم تبذل. ووقتها لما بكون ضايعه كده في النص، بقول لنفسي مفيش ورق، مفيش خطه، مفيش كتابه حاجات، مش الكلام ده، في اكشن هيتعمل. لان وانس ما هجيب الورقه والقلم واكتب ايه الخطه اللي هعملها وهنفذ ايه والاسبوع هيمشي ازاي، تحس براحه وهدوء، ومخك بياخد كانه كده جرعه دوبامين او جرعه سعاده كده، انه انا بدات امسك التراك مره تانية، بدات اشتغل. بس المفاجاه ان انت بعد ما تكتب الخطه الكشكول بيتقفل، ما بيحصلش اي حاجه. لذلك وقت ما انت في وقت الاحباط، او وقت انا خلاص انا عارف انا عايز اعمل ايه وبدات خلاص اتضايق من نفسي، ما تكتبش، حدد اكشن يتعمل. ما تخليش الراحه تيجي من الكتابه، خلي الراحه تيجي من العمل اللي هتعمله. اوعى تسكن نفسك بكتابه الخطه، او ان انت تروق الاوضه او المكتب، او ان انا اسمع فيديو تحفيزي، او الحاجات دي جميله جدا جدا وانا بعملها، بس مش في لحظه السكون والضياع وعمل اللا شيء ده. اللحظه دي انت محتاج شغل، محتاج حاجه تتعمل، محتاج اكشن يبذل. فخلاصه الامر واحد، الدعاء. لح على ربنا سبحانه وتعالى انه يرزقك قوه الاراده وقوه العزيمه، ويقوي قلبك ويقوي جسمك انك تبذل الغالي والنفيس في الشيء اللي انت عايزه، بالادعيه المأثوره اللي احنا قلناها. يعني النبي عليه الصلاه والسلام خلاص مش محتاج يدعي، هو ربنا خلاه نبي واداله كل حاجه، محتاج يدعي ليه؟ ولكن عشان تعرفوا دايما النفس هي بتأمرنا بالسوء، وانه هو دعا عشان يعلمنا احنا في اوقات الشده نعمل ايه. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيدعي يقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. محدش كبير على العجز والكسل، محدش كبير. والله في ناس اعرفهم هم اللي درسوني وهم اللي علموني في علوم النفس او الحاجات ديت، بيقعوا وبيناموا، بتجيلهم حالات صعبه في الطريق، عشان احنا كلنا بنمر بده. انا نفسي بمر بيه كل يوم يمكن، بس محتاجين ان احنا نكمل، نسمع حد يقوينا او ينشطنا وهكذا. والاهم من ده كله نرجع للنبي كان بيعمل ايه؟ بيدعي كل يوم، بيدعي كل يوم اذكار الصباح واذكار المساء، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. وده اللي بيوقف معظمنا، العجز والكسل والهم والحزن. فكل يوم تدعي ربنا بإلحاح، وحتى ولو على السبحة كده تبقى هو ذكر بتقوله، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، اللهم إني أسألك العزيمة في الرشد والثبات على الأمر. وباقي الأدعية المأثورة في الحتة ديت. 2، الشغل، البذل، المجهود، إيه الخطوة اللي هتعملها. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان حد بيروح يسأله على أي هدف ولا على أي أمنية نفسه فيها، كان بيقول له اشتغل، ابذل، اعمل، سارعوا. عني على نفسك بكثرة السجود، مفيش حاجة تانية غير كده. 3، ما ينفعش تبدأ من نهاية غيرك، ابدأ بهدف واحد بخطوة صغيرة عشان توصل للنهاية الكبيرة. مثال بسيط، ابدأ ذاكر نص ساعة في اليوم عشان توصل انك تذاكر 12 ساعة في اليوم، وقيس المثال ده على اي هدف في حياتك. رقم 4، 3 حاجات لازم تبطلهم لو عايز تحافظ على وقتك، لو عايز تنظم وقتك، لو عايز تكون صادق في نيتك وفي سعيك وانك تكون فعلا جاد. كتر الموبايل، كتر الاكل، كتر النوم. فلو مش قادر على بذل المجهود، خليك صادق وابذل مجهود في انك تبطل الحاجات دي. طيب فهتعمل ايه؟ كل يوم انا بنام كام ساعة؟ انا باكل قد ايه؟ هو انا بقعد على الموبايل قد ايه؟ ابدأ حاسب كده نفسك، شوف انا بعمل ايه في اليوم بتاعي وقلل منه تدريجيا. خلي ده التحدي الجديد بتاعك، ان انا عايزه اقلل من الحاجات دي. اخر حاجه، اعرف انك لازم هتدفع الثمن، اعرف انك لازم هتضحي في الطريق. مفيش حد بيوصل للعظمه الا لما بيضحي بحاجات كتير قوي، من شهوات وملذات ورغبات الواحد بيبقى نفسه يعملها بس ما بيعرفش عشان خاطر يوصل للحاجات اسمى بكتير. فاختار النهارده، هتضحي بمين؟ هتضحي بنفسك ولا بشهواتك واعذارك؟